السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في قناتي ساعة لقلبك مع ربك. النهاردة حلقتنا هتكون برضو حلقة جميلة جدا ولطيفة وكمان مميزة، لأن هنتكلم فيها عن ركن عظيم جدا وهو تاني ركن من أركان الإسلام، ألا وهي الصلاة. هنتكلم النهاردة يا جماعة. موضوع الحلقة بيقول كيف أخشع في الصلاة ولا أتركها مع الالتزام بها. طبعا معنى ان انا اخشع في الصلاة يعني انا انسان بصلي. احنا النهاردة هنتكلم عن الناس اللي بتصلي، مش عن الناس اللي ما بتصليش اصلا، لان الناس اللي ما بتصليش دول مش بيتفتح كتابهم اصلا ولا بيتعرف هم عملوا عمل صالح، عملوا عمل سيء، عملوا خير، عملوا شر، عملوا حسنات، عملوا سيئات. ما بيتفتحش اصلا. احنا اول ما بنموت الملائكة بتقعد تسأل بعضها. اول ما بننزل القبر فلان بيصلي؟ تمام. بيصلي، تمام، يبقى نفتح الكتاب. ما بيصليش؟ لا خلاص، ده في حتة تانية اصلا، ده مش بيتفتح كتابه اساسا، والله لو كان كله حسنات. لان الصلاة يا جماعة، الصلاة نور يا جماعة. حكم تارك الصلاة عندنا في الاسلام هو كافر وان كان غير جاحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة هي عماد الدين، من تركها فقد هدم الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. على من ترك الصلاة يا جماعة أن يتوب إلى الله. ترك الصلاة بينزع البركة من حياة الإنسان. دايما تلاقي الإنسان مهموم وحزين، وسهل جدا السيطرة عليه من الشيطان. الشيطان بيبقى سهل جدا انه يلاقي له مداخل يدخل له منها. الصلاة بتعصم البني ادم يا جماعة. الصلاة بتخليني دايما يعني انا في حمى ربنا. نرجع بقى لموضوعنا عشان ما نبعدش، الا وهو الخشوع في الصلاة. كيف اخشع في الصلاة؟ معنى ان انا اخشع في الصلاة هو احضار القلب، يعني قلبي بين ايد ربنا. لازم اقبل عليه، استحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى. ندعو بقلب خاشع يخشى عقابه بالدعوات الطيبة، لأن فلاح المؤمن في الخشوع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. طب ازاي أخشع يا جماعة؟ عشان أخشع لازم أعرف ربنا سبحانه وتعالى وأحبه، وأعرف ازاي أعبده، أتعرف على أسمائه وعلى صفاته، أعظم قدر الصلاة. يعني لازم يبقى جوانا الصلاة دي معظمة، مش اقف كده انقر نقرتين كده زي نقرة ديك وخلاص انا كده خلصت الصلاة. لا 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 لا، مش كده خالص. لان النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام قد قال: اذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. ده طبعا حديث صحيح صلى الله عليه وسلم. من اعظم اسباب الخشوع يا جماعة ايضا هو ترك المعاصي. ان انا اي معصية الواحد مقبل عليها او بيعملها يحاول ان هو يتركها ويتوب منها، التوبة الى الله منها. وان دايما يقبل على طاعة الله بقلب فارغ، ما يكونش فيه اي مشاغل من امور الدنيا. انا كده بجهز نفسي عشان اخشع في الصلاة. طيب يا جماعة، انا كده خشعت في الصلاة والحمد لله ربنا كرمني وبدأت الصلاة والتزمت فيها وخشعت فيها. التزم بقى بيها ازاي؟ عشان التزم بيها واحافظ عليها وما اتركهاش لازم اتبع عدة عناصر. اولا ان انا احافظ على اداء الصلاة في اوقاتها، اعقد النية الصادقة من جوايا ان انا ان شاء الله هصلي الصلاة في ميعادها. وخلوا بالكم يا جماعة، ان انا اصلي الصلاة في ميعادها ده دليل على حب الله ليا، لان ربنا سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ساقه الى الصلاة واعانه كمان عليها. اعقد النية ازاي؟ يعني انا مثلا النهاردة هقول انا هقوم باذن الله، هقوم لقيام الليل، او هقوم اادي صلاة الفجر على وقتها. يعني احضرت النية اهو. فسبحان الله، والله ثم والله لو ما نمتش غير ساعة، نص ساعة، 10 دقايق، ربنا عز وجل هيجعل فيهم البركة. هتلاقي نفسك قايم للاذان، للصلاة وقت الاذان بالظبط، لانك عقدت النية مع الله عز وجل. تاني حاجة مراقبة اوقات الصلاة. السبب الرئيسي يا جماعة اللي بيخلي الانسان يأخر الصلاة هو ان هو بيغفل عن موعدها. معنى ان انا غفلت عن موعدها
خلاص انا كده اخرت الصلاة، فهضطر ان انا اجمع ما بين الصلوات. طب انا اعمل ايه؟ لازم اعرف وقت كل صلاة. وانا مقصودش ان عشان يكون الانسان يعرف الصلاة ان يكون قاعد على سجادة الصلاة طول الليل او طول النهار في انتظار الصلوات الخمس، لا، انا اقصد انه يراقب وقت وميعاد الصلاة اللي التالية، وبكده يا جماعة هنأدي الصلاة في وقتها دون تأخير. تالت حاجة الاستعداد للصلاة. استعد للصلاة ازاي؟ ان انا كست في بيتي هجهز سجادة الصلاة بتاعتي، هدخل اتوضى. بالنسبة للرجال هيذهبوا الى المساجد. رابع حاجة مرافقة الصالحين. لازم يكون كل اللي انا اعرفهم او معظمهم من المحافظين على الصلاة، او على الاقل بيصلوا. نسيب الناس اللي هم تركين للصلاة دول، لان دول هيأخرونا جدا يا جماعة، هيبعدونا. خامس حاجة التقرب الى الله بالدعاء، لان المحافظة على الصلاة في اوقاتها ده مش اجتهاد مننا ولا حاجة ابدا اطلاقا. ان انا احافظ على الصلاة ده توفيق من الله عز وجل. فكل اللي اقدر اقوله اللهم وفقنا دائما الى ما تحب وترضى. وفي اخر الفيديو احب اشكركم جدا على حسن استماعكم. لو انتوا وصلتوا لحد هنا نقول الدعاء مع بعض. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكرا جدا على حسن استماعكم. اتمنى ان انا اكون ضيفة خفيفة عليكم. جزاكم الله عنا خير الجزاء. ربنا يجعلنا دايما من المحافظين على الصلاة في اوقاتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.